ورد مثلا عن الباقر عليه السلام أن عمر سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن المهدي بهذا الاسم، المهدي سأله. هذا شنو معناه؟ معناه أنه سمع به وعرفه، بس يريد يعرف عنه أكثر. فقال: يا ابن أبي طالب، أخبرني عن المهدي، ما اسمه؟ زين، هو مو المهدي اسمه؟ لا، المهدي مو اسمه. المهدي اسمه الرسمي. اسمه الرسمي. إن شاء الله في الليلة أتحدث عن خصوصيات هذا الاسم، شنو من عظمة فيه، شنو من جلالة فيه هذا الاسم. المهدي اسمه الرسمي الذي ينادى به. فعمر كان يعرف هذا الاسم، بس يسأل عن الاسم الخاص مو الاسم الرسمي. قال أمير المؤمنين: أما اسمه فلا، لا يمكن ذكر اسمه الخاص حتى في هذا الزمان. اسمه اللي هو اسم النبي لا يمكن ذكره حتى عند المؤمنين، وبعض الفقهاء يحرم ذلك، حرام. إن حبيبي وخليلي، أمير المؤمنين يقول عن رسول الله: إن حبيبي وخليلي عهد إلي أن لا أحدث باسمه حتى يبعثه الله عز وجل، حتى يظهر. هذا السؤال كاشف عن أن القضية كانت معروفة مسلمة، مو قضية جديدة على الناس. حتى بهذا الزمان يأتي بعض من لا تحقيق له يجي ينكر هذه الحقيقة. قضية معروفة مسلمة من المسلمات بين كل أهل الأديان، بين كل البشرية القدماء. حينما تدخلت بعض النزاعات والمصالح، نشوف البعض يجي يشكك في مثل هذه القضية.